اشترك في القناة واضغط لايك وصلي على النبي، علشان القصة دي هتاخدك لحتة عمرك ما زرتها. ويلا نبدأ الحكاية. أنا اسمي فكري، وكنت شغال زمان في هيئة الآثار في بداية السبعينات. جات لي مرة مأمورية غريبة، يبعتوني لوحدي على جزيرة صغيرة في البحر المتوسط اسمها جزيرة النور. الجزيرة فيها طاحونة قديمة مهجورة من أيام الاحتلال الإيطالي، والناس هناك بيقولوا إن فيها سر. بس إحنا كنا رايحين نعمل حصر للآثار مش أكتر، فقلت ماشي. ركبت المركب الصبح ووصلت بعد الظهر. الجزيرة بسيطة، فيها يمكن 30 بيت وشوية صيادين عايشين بسلام. بس أول ما نزلت، الناس هناك كانت بصها لي بنظرات غريبة، كأنهم مش مرتاحين ليا. قابلت العمدة، راجل كبير في السن اسمه الشيخ حمدي. قال لي بصراحة كده: الطاحونة دي ملعونة يا ابني، محدش بيقرب منها من سنين. ضحكت وقلت له: أنا جاي من الحكومة، وهو نخلص شغلنا وامشي. تاني يوم طلعت للطاحونة. الطاحونة مكانها فوق تل عالي، والجو كان غريب قوي. هوا جامد فجأة، والسماء مغيمة كأنها ليل، بس الساعة كانت لسه 3 العصر. دخلت جوه الطاحونة، وكانت زي ما الكتاب بيقول: حجارة قديمة وعجلة ضخمة وقفت من سنين. بس لقيت حاجة ما كانتش متوقعة: نقش محفور في الحيطة بلغة مش مفهومة، لغة مش هيروغليفي ولا لاتيني، بس جنبها تاريخ 1882، ووش محفور غريب الملامح، مش مصري ولا حتى أوروبي. صورت كل حاجة وكنت خلاص خارج، بس سمعت صوت غريب، كأن في وشة جاية من تحت الأرض. فضلت واقف، وبعدين الأرض اتهزت تحتي، ولقيت حجر كبير في الأرض بيتزحلق لوحده، وكأن في سرداب تحت الطاحونة. نزلت بالسلم الحجري، وكان ضيق قوي، وكل منزل الوشوش بتزيد، لحد ما وصلت الأوضة تحت الأرض، ولقيت تابوت صغير معمول من نحاس، وعليه نفس النقش اللي فوق. وأول ما قربت حسيت برعشة في جسمي كله، وباب السرداب اتقفل ورايا. صرخت، خبطت، دورت على أي مخرج، مفيش. لقيت جنب التابوت ورقة قديمة مكتوب فيها: لو فتحتني السر هيخرج للنور، بس النور هيبقى ظلام. فضلت واقف قدام التابوت مش عارف أفتح ولا أهرب، بس فجأة باب السرداب اتفتح لوحده. رجعت بسرعة وجريت للطاحونة، ومنها نزلت على الساحل. رجعت للبيت وأنا مرعوب. وفي اليوم اللي بعده قابلني العمدة وقال لي: انت شفت ايه؟ انت كنت هناك اكتر من 6 ساعات، والساعة لسه 3. سيبت الجزيرة وما رجعتلهاش تاني. بس بعد سنين وانا بقلب في ارشيف الآثار، لقيت نفس الوش اللي في النقش مطبوع على خريطة قديمة، وكان مكتوب تحتي: رجل لا ينتمي للزمان ولا المكان.